اتولد في 14 ابريل في 1452 في توسكانا في ايطاليا طفل، وادام قلنا ايطاليا فطبعا احلى مثال السويسي. المهم الشخص اللي اتولد في 14 ابريل ده لما كبر قدر يحقق انجازات وقدر يحقق كم حاجات ما حدش اصلا يتخيل ان هو قدر يحققها، بس للاسف هو كان بيجي له مشكله من الوقت للتاني ان هو كان بيأجل الحاجات اللي وراه. يعني مثلا كان في لوحه كان بيرسمها اخذت منه سنين وسنين على ما عرضها. اساسا التسويف في الشخص ده كان عشان خاطر هو عايز يطور من الحاجه دايما اللي هو بيعملها وان هو يوصل بيها للكماليه، وده كان جزء من عقليته اللي كانت مليانه ابتكار واستكشاف، وكان بيأجل اللي وراه عشان خاطر يوصل بيه بتفاصيل صعبه جدا ان حد بعديه ممكن يعملها. وطول فتره التسويف دي كان بيفضل يجرب ويحاول ويشوف اعلى تقنيه ممكن يوصل لها عشان ينجز اللي وراه. هو كان فعلا بيسوف بس كان بيخلص بس متاخر قوي. فمن اشهر الحاجات اللي عملها هي لوحه الموناليزا. لوحه الموناليزا اللي اخذت منه وقت كبير جدا، وقد ايه تفاصيلها طلعت دقيقه بشكل غريب جدا، والناس بترجع لها كمرجع اساسا لحد دلوقتي في الرسم والفن عموما. وتاني حاجه وهي العشاء الاخير، قد ايه هو ركز على التفاصيل ان هو يطلع التفاصيل اللي فيها، وكل تفصيله صغيره بصوا ركزوا على التفاصيل مرعبه مرعبه. هو بجد كان شخص دماغه من كتر الكمال اللي هو عايز يطلعه في لوحته كان بيطلع تفاصيل اقرب تقريبا للواقع. وتالت حاجه هي الابحاث والدراسات. كان شخص بقى في مجال البيولوجي اساسا، ده حته بقى تانية اساسا. قدر ان هو يرسم تفاصيل الجسم البشري، وكمان قدر يرسم بنيه العين والاعصاب والعضلات بشكل مفصل قوي. وكمان بقى اختراعاته، ان في كام اختراع انت اصلا ما جاش على دماغك ان هو اخترعه، زي مثلا العجله، زي مثلا الفكره الاولى بس للطياره، وكمان الادوات الحربيه والادوات التقنيه المبتكره. الشخص ده طبعا كلنا عرفناه هو ليوناردو دافنشي. دافنشي اللي تيجي تبص على لوحاته سواء مثلا موناليزا، سواء العشاء الاخير، سواء رسومات تانية كتير احنا لحد دلوقتي بناخدها ريفرنس ومرجع بنرجع لها في الفن. تيجي نشوف بقى في ابتكاراته العجله، لحد دلوقتي اصلا لسه العجله بنستخدمها، زي مثلا تشريحه للجسم سواء قلنا العين او الاعصاب او العضلات او حتى الجسم البشري ككل، هو اللي كان بادئ الموضوع ده وكان عامل فيه تفاصيل مفصله جدا. بس هل تفتكر لو هو كان شخص ما بيحبش التسويف وكان بيخلص انجازات اكبر من كده، هل تفتكر ان احنا كنا ممكن نشوف من دافنشي في وقتنا الحالي ده حاجات اخترعها اكتر، او يمكن لوحات كمان تشتهر اكتر؟ اللي هنا في الكومنتات التسويف ده كان مؤثر معاه ولا لا. ففي الاول كده ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل جرس التنبيهات عشان خاطر دعمك ده هو اللي بيخلينا نكمل. فيلا بينا نكمل الموضوع. فزي ما كنا عارفين هو لحد دلوقتي اللي بنتكلم عليه هو التسويف. التسويف ده هو نمط انت بتعيش عليه حياتك، ان الحاجه دي انت بتفضل تاجلها. يعني هنضرب مثل عليك انت بالذات، هتيجي تبص في حياتك هتلاقي ان في كورس الماني انت ما خلصتوش من قرن، هتلاقي في كورس برمجه انت راكنه، كورسات جرافيك انت كارف لها، وحاجات كتير على نفس الموضوع، وقرارات كتير انت ما خدتهاش وعمال بتسوفها وبتقول بكره بكره ما بيجيش، تقول بكره بكره ما بيجيش، وهكذا. لو جينا عموما نبص على التسويف فاسبابه كتير جدا، تعالوا نتكلم فيها. اول حاجه ودي اتكلمنا عليها في حلقه قبل كده وهي الخوف من الفشل. انت دلوقتي شخص بتسوف عشان خاطر انت خايف لما تعمل الحاجه دي تفشل فيها، او خايف القرار اللي انت تاخده ده القرار ده ينتهي بيك الحال، ان القرار برضه يكون قرار فاشل وتندم عليه بعد كده. تاني حاجه وهي مواجهه فكرته الصعبه. دلوقتي لو في قرار معين هو ممكن يكون قرار مصيري شويه، بتفضل انت تاجله وتاجله وتاجله خوفا من انك تواجه القرار ده، مع ان انت عادي يعني ما كنا بناخد قرارات غلط وشيء طبيعي. تالت حاجه التشتت وقله التركيز. لو انت شخص حاطط كذا هدف عايز تعمله وكلها اهداف كتيره كده، فانت مشتت نفسك، مش حاطط نفسك في حته معينه، فبالتالي انت هتفضل تسوف التاسك دي والتاسك دي والكورس ده والحاجه دي، وتفضل تسوف فيهم وما تبداش في حاجه فيهم خالص. رابع حاجه الكماليه الزايده. دلوقتي انت واحد عايز تفتح قناه يوتيوب، فتقعد تقول ايه، انا هستنى اجيب الكاميرا الفلانيه، هستنى اجيب الاضاءه الفلانيه، هستنى اجيب المايك الفلاني، كل حاجه انت عايز الظروف المحيطه بيك تكون كامله، وده عمره ما بيحصل، فبالتالي تفضل تاجل. طب انا هجيب كذا وهبدا اشتغل، طب انا هعمل كذا وهبني عليه. السيناريو ده بيخليك تفضل تاجل اصلا في الحاجه ما بتبداش فيها. خامس حاجه وهو الضغط النفسي. لو انت دلوقتي واحد عمال بتراكم مهمات على نفسك، بتراكم كورسات على نفسك، بتراكم قرارات على نفسك، عمال بتراكم في حاجات كتيره، فبتحس ان في ضغط نفسي عليك ان انت وراك حاجات كتير قوي انت ما خلصتش منها اي حاجه ومش عارف حتى هيخلصوا امتى. وكمان سادس حاجه وهي تقليل الانتاجيه، ودي طبعا مش محتاجه تفكير. يعني انت واحد دلوقتي كل حاجه بتتحط قدامك انت بتسوفها، فبالتالي انت كمعدل انتاج ليك هيقل، وبرده بتاثر على علاقاتك سواء مع صحابك، لان انت دلوقتي مثلا في نزوله مع صحابك فانت في دماغك انك تاجلها، فتقول لهم خلاص انا دي مش هنزل والجايه هنزل، انا دي مش هنزل والجايه هنزل. تلاقي ان انت علاقتك مع صحابك حتى بتبداوا تبعدوا عن بعض عشان خاطر انت بتفضل تاجل نزولك معاهم وما بتنزلش، فده هتلاقيه بيضعف من علاقتك معاهم. دلوقتي تيجي تقول لي كل دي مشاكل، ايه المشاكل دي كلها؟ طب امال ايه الحل؟ ايه اللي هنحل الموضوع ده ازاي؟ انا هاخدك في كام خطوه بسيطه هتعملهم، هتحل مشكله التسويف وهتعيش بقيه حياتك هتسوف برضه، بس على الاقل الموضوع هيقل شويه. جربه ومش خسران حاجه. اول حاجه تقسيم المهام لمهام صغيره. دلوقتي انت عايز مثلا تتعلم المونتاج، ففكره انك تتعلم حاجه كامله كده فكره صعبه، فانت هتمسك الاول مثلا عايز تتعلم في المونتاج، هتقسم الموضوع. عايز يوم اتعلم فيه مثلا شيء، اليوم الثاني اتعلم فيه حاجه، اليوم الثالث اتعلم فيه حاجه، اليوم الرابع حاجه، اليوم الخامس حاجه، السادس حاجه، السابع حاجه. فدلوقتي انت لما بتقسم المهام دي لمهام صغيره بتلاقي ان الموضوع ابسط واسهل وممكن اصلا تعمله وتبدا فيه. تاني حاجه تحط جدول لنفسك، واسهل جدول ممكن تحطه لنفسك هو جدول الاسبوع. يعني تمسك من السبت للجمعه انت بتنظم يومك على اساسها، وصدقوني موضوع ان انت تنظم على حسب الاسبوع ده ابسط بكتير
واسهل بكتير، لان انت بيبقى عندك مقياس الاسبوع مقياس صغير، ما بيبقاش مقياس معقد، بتقدر انت تحط مهام على مدار الاسبوع، ده بيبقى شيء انت في امكانيتك تحطه وفي امكانيتك برضو تنفذه. فانت حط جدول اسبوعي لنفسك تمشي عليه، هتلاقي الموضوع ابسط وفعلا هتلاقي ان انت بتخلص فيه كميه كبيره ونفعلا انا شخصيا. ثالث حاجه هو تحديد الاولويات. انت دلوقتي لما تعمل الجدول الحلو اللي احنا قلنا عليه الخطوه اللي فاتت، هتقوم كده ماسك تحط اولوياتك الاول. عندك مثلا كل يوم في الاسبوع شغل من كذا لكذا، بتروح من الشغل ده بتنجز شغل تاني، يبقى دي كده اولويات. وبعد كده تحط بعديهم مثلا الكورس معين عايز تاخده، اللغه معينه اللي عايز تتعلمها، هتلاقي ان انت بترتب اولوياتك. وبعد كده تتفرج على ماتش مثلا في الاخر، فبتلاقي ان انت عارف تنظم دنيتك شويه. خامس حاجه بقى الجوائز والمكافآت. يا معلم انت دلوقتي تخلص التاسك ده او تخلص الاسبوع اللي احنا اتفقنا عليه ده، تدي لنفسك يوم بريك، يا عم تجيب لنفسك حاجات حلوه، يا عم تروح مطعم مثلا نفسك تروحه، تنزل مع صحابك نزوله انت كان نفسك تنزلها معاهم. ان انت تدي لنفسك جايزه بعد كل ده بيدي لنفسك حافز شويه، ان انت لما تخلص الاسبوع الجديد هتدي لنفسك جايزه جديده وهكذا. خامس حاجه انك تشارك اللي حواليك. انك تشارك اللي حواليك ده شيء ايجابي وسلبي، بس احنا هنتكلم على الشيء الايجابي بتاعه. انت دلوقتي مثلا بتقول لواحد صاحبك انك عايز تاخد كورس فرنساوي، هيجي كمان يومين يسالك عملت ايه في الكورس، هتقول له لا لسه والله ما بداتوش، هيبدا يشجعك هيبدا يشجعك هيبدا يشجعك. فانت المفروض بقى تحس ان صاحبك عمال بيلح عليك انك تبدا وعمال بيشجعك، فابدا بقى وخلص الدنيا. وسادس حاجه هو انك لازم تفهم ايه سبب اصلا تسويفك للحاجه. يعني هل انت مثلا بتسوف عشان خاطر خايف من فشل الموضوع اللي انت داخل فيه؟ هل انت مثلا بتسوف عشان خاطر مشكله نفسيه معينه عندك؟ هل انت مثلا بتسوف عشان خاطر حاجه تانية؟ انت لما بتبدا تعرف ايه الاسباب بتبدا تحلها عشان خاطر ما تسوفش حاجه تانية. سابع حاجه هو الحفاظ على الاستمراريه. اللي انت دلوقتي مثلا بدات في اول اسبوع لقيت ان الدنيا ماشيه حلو، تاني اسبوع لقيت الدنيا ماشيه حلو، تالت اسبوع لقيت الدنيا ماشيه حلو. انت لما بتعدي مثلا شهر شهرين بتلاقي ان انت عمال بتعمل حاجه اللي كان نفسك تعملها دي، انت خلاص بتحافظ على استمراريتك وبتبقى حافز ليك انك ما توقفش. فلازم تستمر في الحاجه على الاقل لو فتره صغيره، ودي هتبقى عاده بالنسبه لك ومش هتوقفها. وفي الاخر احب اقول لك ان الخطوات اللي فوق دي نفعتني بشكل ما، وفعلا انا دلوقتي يمكن بقى في تاسكات كتير كنت ماجلها بدات اشتغل فيها. الكام خطوه دول نفعوني عن تجربتي الشخصيه، ممكن ينفعوك انت ممكن ما ينفعكش، بس في الاغلب يعني وعلى حسب ابحاث وحاجات قراتها ان الموضوع فعال وناجح وبيجيب. وفكر نفسك دايما ان مش اول مره لازم تنجح فتسوف، لا عادي جرب مره اتنين تلاته في الحاجه لحد ما يرجع لك المردود. وصدقني اول ما تلاقي المردود قدامك عمرك ما توقف الحاجه دي تاني. فما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل جرس التنبيهات. في الاخر اقدر اقول لك تكريف يور سيلف. كان معاكم محمد رام في بدرانيات. سلام.